ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هاخدكم معايا في جولة في السوبر ماركت الجميل اللي انا بشتري منه كل طلباتي. بجد الحاجات فيه ممتازة واسعارها كويسة جدا جدا. زي ما انتم شايفين ده سوبر ماركت اسواق الشرقية. ده موجود في شارع بورسعيد، قريب من الشادر، شادر السمك القديم، قريب قوي من حدائق القبة ومن الزاوية ومن الويلي، وكمان قريب من الشرابية. طبعا المسافة ما بيننا وما بينه حوالي تلت ساعة ماشي، مش بالعربية. فالحاجات هنا جميلة جدا جدا وممتازة. زي ما انتوا ده شايفين لازم ندخل بالكمامات علشان دلوقتي لازم كل واحد فينا ياخد حذره علشان الكورونا. ربنا يعافينا ويعافيكم. بالله عليكم محدش يستهتر، ولازم تحافظوا على لبس الكمامة في أي مكان مقفول، لأن الناس اللي استهترت ربنا يعافينا ويعافيكم. يعني عدى عليهم المرض والتعب. يعني ربنا يا رب يشفي كل مريض ويحفظكم ويحفظنا من كل شر. زي ما انتم شايفين يا حبايبي المنتجات بتاعته جميلة جدا زي ما قلت لكم، والأسعار زي ما انتم شايفينها هنا. يعني الأسعار بجد جميلة أحسن من المحلات بره كتير. في كل حاجة زي ما انتم شايفين، كل أنواع المربات، كل أنواع الحلاوة الطحينية، زيوت. أنا بصراحة يعني بجيب منه كل حاجة. اللبن كمان هنا سعره جميل جدا جدا. وطبعا في آخر الفيديو هنشوف المشتريات بتاعتي اللي أنا اشتريتها. طبعا ما بجيبش كميات كبيرة لأن أنا بجيب طلباتي كل أسبوع، فبجيب احتياجاتي الضرورية اللي تكفيني أسبوع. ما بجيبش كميات كتيرة قوي وتبوظ عندي وكده، فأنا بجيب بالأسبوع على قدي. فزي ما انتم شايفين يا حبايبي السوبر ماركت هنا كبير كبير. يعني في حوالي 3 ممرات، وفي كمان غير الممر بتاع اللحوم. زي ما انتم شايفين في زحمة، يعني الناس فيه زحمة جدا جدا. انا بصراحة يعني ما كنتش عارفة اصور من الزحمة اللي فيه. طبعا الناس رايحة وجاية، والممرات يعني يا دوبك تاخد 2 جنب بعض بالظبط، يعني ما بتاخدش اكتر من كده. فطبعا زي ما انتم شايفين التصوير بالنسبة لي كان صعب جدا، بس حاولت اصور لكم على قد ما قدرت، لانه كمان يعني برضو التصوير فيه صعوبة شوية. فزي ما انتم شايفين يا حبايبي الزيوت اسعارها كويسة جدا، والاسعار هنا ممتازة بجد ممتازة. يعني الناس اللي هي في الحدائق القبة او في الزاوية، يعني بصراحة انصحكم تيجوا السوبر ماركت ده. سوبر ماركت او هايبر اسواق الشرقية. منتج جيد جدا، كل منتجاته جيدة جدا جدا. أسعار كويسة. طبعا في أيام المدارس بالذات بالخصوص يعني بتبقى ما بتعرفيش بصراحة تحطي رجلك فيه، يعني من الزحمة اللي فيه. طبعا كل الناس بتبقى بتيجي عشان تاخد حاجات السندوتشات وكده. زي ما انتم شايفين التونة هنا اهي بكل أنواعها جميلة جدا جدا، وبتبدأ من 9 و10 و11 لغاية 20 جنيه. فأنواع جميلة جدا جدا من التونة. كمان أنا باجي هنا علشان برضو بالإضافة إن أنا بجيب اللبن وكده، بجيب الجبن، بجيب اللانشون. برضو بجيب الحاجات بتاعت الحلويات برضو من هناك، لأن الأسعار في المحلات، أسعار الكريم شانتيه وأسعار كل الحاجات بتاعت الحلويات غالية قوي قوي. فهنا هتشوفوا معايا الأسعار في آخر الفيديو. يعني زي ما انتم شايفين الأسعار طبعا. ده يا حبايبي البقوليات اهي زي ما انتم شايفين. ده حمص الشام وطبعا في فول معلب وكل حاجة. بصراحة كل حاجة موجودة هنا في السوبر ماركت. بجد جميل وحاجته ممتازة بجد. يعني أتمنى لكم مشاهدة ممتعة
خليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان نشوف مع بعض اسعار المشتريات اللي انا جبتها. طبعا دي يا حبايبي زي ما انتم شايفين الخلطات بتاعت التوابل، البهارات، دي السمنة زي ما انتم شايفين كده، كل انواع السمنة، سمنة كريستال بانواعها وبالوانها، بجد جميلة وحاجات يعني مشدودة، يعني مش حاجات مركونة بقالها فترة مثلا او مدة الصلاحية بتاعتها منتهية. يعني انت ممكن تروحي سوبر ماركت تتفاجئي لما تروحي البيت ان مدة الصلاحية بتاعت الحاجة منتهية او الحاجة بايظة مش سليمة. لا، هنا يا حبايبي بجد الحاجة كلها بجد يعني جديدة وطازة، لان الزحمة اللي فيه بتخلي الحاجة مشدودة باستمرار. طبعا هنا يا حبايبي بقى رحلتي في البحث عن نوع اللانشون اللي انا بجيبه. طبعا بفضل ادور عليه لان نوعه كويس جدا جدا. طبعا ده العامل اللي موجود في السوبر ماركت، فانا بسأله طبعا على النوع اللي انا عايزاه. نوع اللانشون اللي انا بجيبه لانشون جولدن، بجد جميل جدا جدا. معظم اللانشون بيبقى فيه عظم او حاجات كده مش حلوة خالص. فانا بقول له على اللانشون جولدن، فقال لي فيه زي ما انتم شايفين، قال لي فيه بالفراخ. فهو هيشوف لي دلوقتي اللانشون اللي هو جولدن باللحمة. طبعا النوعين كويسين جدا، جولدن بالفراخ او باللحمة، بجد ممتاز جميل جدا جدا، وولادي بيحبوه قوي قوي. فالاسعار بتاعته هنا كويسة قوي، يعني بيبقى الطبق ممكن يبقى ب11 او ب12 جنيه، مش يعني مش غالي، يعني الاسعار مش غالية خالص. ونفس الحكاية الجبنة الرومي، طبعا الجبنة الرومي القديمة والجبنة الرومي الجديدة زي ما انتم شايفين هنا بيبقى الطبق اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. دي الجبنة الرومي، يعني ممكن يكون الطبق اللي هو كبير شوية ده بتلاقيه ب21 جنيه، ممكن تلاقي أقل من كده شوية بتلاقي ب19، بتلاقي ب18، بتلاقي ب17. طبعا بيبقى الأطباق محطوط عليها السعر بتاعها، فانت على حسب يعني على حسب اللي انت عايزاه بتجيبي احتياجاتك. اهو يا حبايبي موجود في كل حاجة اهو زي ما انتم شايفين كده. ده الطبق ده اللي على اليمين ده طبق اللانشون جولدن بالفراخ، جميل جدا جدا. طبعا الناس واقفين على اللبن زحمة جدا، علشان طبعا يعتبر ارخص لبن ممكن تجيبيه من هنا، من اسواق الشرقية. وطبعا كمان هو جيد، مش وحش، يعني مش عشان هو رخيص بتلاقيه وحش، لا بالعكس بتلاقيه جميل جدا جدا. وهنا يا حبايبي نوع تاني من الجبنة، دي جبنة دومتي، دي برضو سعرها جميل جدا، ب33 جنيه الكيلو بدل 40. وهنا كرتونة البيض ب34 جنيه. أنا كده يا حبايبي رايحة على المخللات. المخللات هنا جميلة جدا جدا. طبعا المخلل المشكل بيبقى كيلو ب10 جنيه. وطبعا في أنواع، طبعا زيتون لوحده وكل حاجة لوحدها، والبصل والخيار وكل حاجة زي ما تحبي عايزاه مشكل، كل حاجة وليها سعرها. طبعا هنا انا هيجيب لي الزيتون. طبعا انا جبت زيتون من الاسمر المخلي، بيبقى جميل قوي
لو هتعملي بيتزا او ميني بيتزا او اي حاجة يعني، بيدخل في اكلات كتير كمان، بيبقى يعني ايه، بيبقى فاتح للشهية جنب الاكل، جميل جدا وطعمه هنا بصراحة ممتاز. وطبعا في هنا كمان قسم خاص باللحوم، طبعا هي لحوم جزارة مش لحوم متلجة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هتشوفوا دلوقتي القسم الخاص باللحوم اهو يا حبايبي. ده بتبقى لحمة جزارة وبيقسموها كده وبيحطوها في أطباق وبتتباع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميلة جدا جدا. طبعا فيه متلج، يعني فيه تلاجات للمتلج وفيه اللحوم اللي هي لحوم الجزارة اللي انتوا شايفينها دي. كل حاجة طبعا وليها سعرها. ده يا حبايبي القسم الخاص بالخضروات زي ما انتوا شايفين، جميلة جدا جدا. بس انا عن نفسي بصراحة مش بحب اشتري الخضروات من بره، انا بحب اعملها طازة. بصراحة بيبقى طعمها جميل وبتبقى يعني المتلجة ما بتبقاش زي الطازة خالص. يعني حاولي على قد ما تقدري، يعني ما تجريش ورا الفيديوهات اللي بتقولك بفرز الخضار من السنة للسنة والحاجات ديت. في حاجات ممكن تتفرز زي المانجا زي الصلصة زي الحاجات ديت، بس في حاجات تانية ما تنفعش تتفرز خالص خالص، وبتجيبيها وبتفرزيها وفي الاخر بتترمي. ما انصحكيش ان انت تفرزي الخضار، اعملي طازة بطازة. وزي ما انتم شايفين الاسعار يا حبايبي، اسعار الكفتة واسعار اللحوم جميلة جدا جدا. هي هنا الكفتة حلوة، والبرجر والحاجات دي كلها اسعارها جميلة. والخل كمان هنا انا بجيبه من هنا، بصراحة ممتاز وسعره بيبقى كويس، مش غالي قوي. وهنشوف طبعا انا جايبة خل وهوريهولكم في اخر الفيديو، هنشوف مع بعض سعره. طبعا يا حبايبي في كمان الجبنة الموتزاريلا، وفي كل انواع طبعا بقى السي فود، كاليماري جمبري، كل اللي انت عايزاه موجود هنا في السوبر ماركت، واسعاره جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. وهنا يا حبايبي قسم الحلويات بكل انواعها، يعني في طبعا الشوفان، في دقيق البسبوسة، السمولينا، في كل انواع الجيلي، كل انواع الايس كريم. زي ما انتم شايفين حاجات في منتهى الجمال. طبعا ده القسم اللي انا بحبه جدا جدا. صوص الفراولة اهو زي ما انتم شايفين جميل قوي قوي. القسم ده انا بحبه جدا، لاني باجي طبعا بقى في هنا فترة بشوف الكريم شانتيه بكل الوانه وانواعه. في هنا طبعا 3 الوان لكريم شانتيه. طبعا كريم شانتيه دريم عامل 3 الوان، الابيض والزهري والبني، جميل جدا جدا. في كمان الفانيليا والبيكنج باودر وبصراحة كل حاجة، يعني حتى الكيكات، علب الكيكات الجاهزة اللي يا دوبك انت بتجيبيها بتخلطي عليها مكونات بسيطة وتدخليها الفرن، برضو موجودة هنا. طبعا زي ما انتم شايفين كل انواع المكرونات هنا في السوبر ماركت ده جميلة جدا جدا. وفي كمان الزيوت، طبعا زيت الزيتون هنا بكل ألوانه وبكل أسعاره، طبعا أسعار مختلفة جدا. في خل التفاح، في منتجات هنا جميلة جدا جدا يعني. وعلى حسب بقى طبعا على حسب طلبك، سواء انت عايزة حاجة رخيصة، عايزة حاجة متوسطة في السعر شوية. طبعا كل طلباتك هتلاقيها هنا في السوبر ماركت ده. حاجات في منتهى الجمال، منتجات جيدة. طبعا في المنتجات بتاعت المشروبات هنا، النسكافيه والشاي. وفي كمان هنا القسم بتاع العصاير، كل أنواع العصاير المانجا والجوافة والفراولة وحاجات بصراحة جودة عالية. ما تلاقيش حاجة مثلا مركونة أو حاجة الصلاحية بتاعتها منتهية. زي ما انتم شايفين حاجات في منتهى الجمال، والأسعار برضو جميلة جدا جدا، مش غالية.
مش عايزة اطول عليكم الفيديو يا حبايبي. انا كده دلوقتي داخلة على الكاشير هحاسب، بعد كده لما اروح هوريكم كل الحاجات الجميلة اللي انا جبتها، وهتشوفوا كمان معايا الاسعار، وهنشوف قد ايه الاسعار يعني مناسبة لكل المستوى. ودلوقتي حبايبي هنشوف مع بعض اسعار الحاجات اللي انا جبتها، وهنشوف مع بعض طبعا الكميات اللي انا بجيبها كميات بسيطة، مش بجيب كميات كبيرة قوي. انا بجيب كمية تكفيني الاسبوع، بعد كده بروح كل اسبوع اجيب طلباتي. زي ما انتم شايفين ده كده جولدن بالفراخ، لانشون بالفراخ جميل جدا جدا، الطبق عامل 14، ولانشون اللحمة الطبق عامل 13 جنيه. وعندنا كمان الجبنة الرومي ده عاملة 21 جنيه. طبعا حاجات جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين، ومنتجات جميلة. وعندي كمان هنا جيلي دريم، دي عبوة التوفير، دي عاملة 9 جنيه، دي 3 في 1. وعندي كمان يا حبايبي الخل عامل 3 جنيه. طبعا بره في المحلات هتلاقيه أغلى من كده بكتير، وجميل جدا جدا، جودة ممتازة. وعندي كمان الزيتون المخلي، ده زيتون أسمر مخلي، طبعا جميل جدا زي ما انتم شايفين، ده عامل 12 جنيه. وكمان عندي الجبنة البراميلي اللي انتوا شفتوها دي يا حبايبي عاملة 16 جنيه. وعندي كمان كريم شانتيه، ده حلو الشام، انا طبعا مش بستعمله، بس يعني انا جبته المرة دي عشان ما لقيتش دريم. ده عامل حلو الشام، ده الاربعة عاملين 23 جنيه، يعني الواحد عامل حوالي 5 جنيه. وعندي كمان يا حبايبي الجبنة الموتزاريلا اللي انتوا شفتوها دي عاملة 16 جنيه. وعندي كمان اللبن، انا جبت 3 كيلو، كيلو اللبن هنا عامل 7 جنيه ونص، دول التلاتة عاملين 22 جنيه. وجبت كمان الاندومي ب3 نكهات، جبت بنكهة الخضار وجبت بنكهة السجق والجمبري، ده الواحد عامل 2 جنيه. وطبعا جبت الفانيليا، طبعا يعني سعرها يعني مش بيكمل جنيه. نيجي بقى يا حبايبي لأسعار الخضار والفاكهة. زي ما انتم شايفين انا بجيب طلباتي كلها في يوم واحد، لان انا يعني ببقى مشغولة بقية الاسبوع. فعندنا هنا يا حبايبي الموز ده الكيلو عامل 10 جنيه. طبعا في طبعا نوعيات تانية ممكن تجيبي ب12 على حسب السوق واللي موجود معاكي. وطبعا جبنا البيض عامل الواحدة عاملة جنيه. وجبت كمان المكرونة الاسباجيتي، وطبعا دي عبوة التوفير بتاعت مرقة الدجاج. يعني اوقات انا مش بستعملها على طول، بس في اوقات يعني بضطر ان انا استعملها. وجبت الكاكاو الخام، وجبت طبعا العدس الاصفر والعدس ابو جبة والشعرية، وجبت لسان عصفور. طبعا دي كلها الحاجات اللي هي بتاعت خزين البيت، الحاجات اللي احنا كلنا بنحتاجها طول الاسبوع عشان تبقى متوفرة معانا. وعندي هنا البصل، طبعا البصل الكيلو ب7. وعندي البطاطس الأربعة ب10، وفي طبعا التلاتة ب10 على حسب البطاطس ونوعها، وعلى حسب ما تكون تحمير أو مش تحمير. وعندي هنا كمان الكرنباية الحلوة دي عاملة 15 جنيه. الأسعار زي ما انتم شايفين يا حبايبي، في الغالي وفي الرخيص. في حاجات كويسة زي البيض مثلا، لما تكون البضاية مثلا بجنيه حاجة كويسة قوي. طبعا في حاجات غالية زي البصل. طبعا الكاكاو الخام ده انا بستعمله برضو في الحلويات. ده فيديو النهاردة، اتمنى ينول اعجابكم، اترككم في رعاية الله وامنه، بحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.